ازيكم يا اخواتي؟ عاملين إيه؟ النهارده عندنا فيديو جديد. النهارده هنشرح التكتكس اللي في اللعبه، وهنشرح يعني ايه لعبه. لو انت لاعب مبتدئ وحابب تلعب اللعبه ومش عارف تعمل ايه في اللعبه، انا هقول لك بقى انت تبدا ازاي، وايه الحاجات اللي انت تعملها علشان تبدا تحترف، وايه اعدادات المحترفين، وازاي تختار التشكيله وهتختارها بناء على ايه، وايه ستايل لعبك. بس ما تنساش كده في الاول تدوس لايك واشتراك والكومنت بتاعك جميل، ويلا بينا. ماشي، بص كده يا معلم معايا. طبعا انا بشرح لواحد يا شباب الفيديو ده، لو انت بتعرف تلعب بيس اصلا تمام ما تكملش معايا الفيديو. انت كده كده اصلا يعني بنسبه 70 80% مش هتستفيد من الفيديو ده، ممكن تستفيد من الفيديو اللي بعدين لو انت بتعرف تلعب. بصوا يا شباب، دلوقتي احنا عندنا في اول كده، في الاول خالص، بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا الانبوكس. الانبوكس ده انت الهدايا اليوميه اللي بتجيلك تمام، وانت بتفعل هنا حاجه اسمها اد ريوردز تمام. ده بتاخد اعلانين كل يوم. الاعلان ده انت بتاخد من كل اعلان مثلا ممكن يجي لك بالصدفه 50 كوين، ممكن يجي لك 10 كوين، ممكن يدي لك فتحه على راؤول جونزاليز تمام، ممكن يجي لك الهدايا اللي انت شايفها دي. خلاص، نسيبنا من الهدايا. ازاي تفعل الخاصيه دي؟ هتدخل هنا على السبورتد تمام، وهتدخل هنا على البروفيشنال سيتنجز تمام، وهتدخل هنا على السيتنجز بانر تمام، اللي هي دي تمام، ريكومندد سيتنج بانر تمام. هتفعلها وهتفعل الاد دي تمام، هتفعل الانبوكس وهتفعل السبيشال بلاير ليست وهتفعل اي فوتبول بوينت. انا هشرح لكم فين كل دول تمام. اول حاجه الانبوكس احنا طلعناه، وبعد كده الكوينز دي انت بتاخد هنا 5 كوين ببلاش كل يوم، هتاخد 10 كوين ببلاش كل يوم تمام. طبعا دي ما بتبقاش مؤثره قوي او مهمه قوي، بس البعض يعني مثلا لو واحد منوفي بيبقى تمام، يعني اخواتنا من المنوفيه طبعا تمام. وعندك هنا اللاعب السبيشال اللي انت بتاخده كل يوم تمام. ده بسم الله الرحمن الرحيم فتحتين على الباكج ده، في 3 لعيبه دول تمام. بيدوا لك مهله ليهم كل يوم وبتاع وخلاص. وعندكم مشكله في الانجليش عامه، ربنا نحل اللعبه بالعربي. مهارات اليوميه دي ضربه جزاء، اللي هي دي ضربه جزاء. انت بتدخل تشوطها كل يوم تمام، وبتاخد منها ريوردز. ايه هي الريورد؟ بتاخد جوائز تمام. نوع الجوائز فاتحه على راؤول، باكج راؤول، اللي هي الجوائز اللي انت تشوفها دي تمام. اظن اللعبه بتشرح لك شيء زي ده كده. اول ديفل او اول دوره تمام، انت هتاخد هندريتش فريم تمام، هتاخده ببلاش بس تكمل بس حوالي 4 ايام تجيب ضربات الجزاء وعدد ثابت من ضربات الجزاء. بعد كده هتدخل على الباكج اللي هو الديلي بوكس. الديلي بوكس ده انت فيه اربع لعيبه ولا 5 تمام، بيجي منهم 2 لعيبه شو تايم. لاعب زي ده بمهاره سبيشال اكسلريشن بيرست، ودي عنده الاريال فورت تمام. دول لعيبه سبيشال اللي هم لعيبه اللي هي الشو تايم. وفي كروت كتيره للعبه، فانا هحاول افهمها لكم في الفيديو ده، هحاول الجرافيكس. تعالى بقى هنا نحط فين الايكونز وازاي نحط لعيب. هنا انت بتختار اللاعب اللي انت عايزه، هنا انت بتختار اللاعب اللي انت عايزه وتحطه في البانر ليست، اللي هي اللعيبه نفسها، اللي هي اللاعب المفضل فيفورت بلاير، حطه كده علشان الناس. هنا انت بتسمح للشخص اللي خصمك ان يدخل يشوف احصائيات اللاعب ويشوف تطويرته، يشوف كم عدد المباريات اللي لعبها. يعني انت مثلا لو عندك مثلا كيليان امبابي مسجل مثلا معاك، لعب معاك مثلا 600 ماتش، مسجل معاك 1200 ماتش، ده انت بتحطه
انا كده خلصت لون الملعب. نمط ارضيه الملعب دي الستايل بتاع ارضيه الملعب. تمام. شبكه المرمى الديفو الملعب اللي هو الرسمه والانترو بتاع الملعب نفسه. يعني انت عايز تغيرها لدي، عايز تغيرها لدي، عايز تغيرها لدي مثلا، مش هتفرق قوي. كله يعني عارفه، كله عارفين، كله محصل بعضه. هنا انت عندك بقى اللعيبه بتاعت الفريق. خلاص هنا انت بتعمل كده العرض. تمام. تيجي كده تختار لعيبه مثلا عايز تقفله. انت مثلا انا عملت كده عايز تنفيذ، تختار اللاعب الى اللاعبين الاضافيين. ايه اللاعبين الاضافيين دول؟ نفرض يا باشا ان الاستورج بتاعتك خلصت، بتنتقل اللعيبه بتاعتك لهنا. الساعه بتاعتك كان فيها 500 لاعب. اللاعب ده انت ما بتشوفوش، اللاعب ده بيترمي عندك هنا. تمام. اسمهم اللاعبون الاضافيون. دول موجودين عندك، ما تقدرش تتعاقد معاهم. تقدر تتعاقد معاهم انت، تقدر تتعاقد معاهم بس في كلمه تطوير لما تيجي تطور. اللي قصدي اسمها الا ما صنع رسول الله، معلش. اللي هو في حاجه هنا اسمها تطوير الملعب. انت بتعلي الليفل بتاع الملعب نفسه، بتوسع الخانه بتاعتك، عشان مش عارف صراحه بالعربي مكتوبه هنا ايه. تمام. بتوسع الخانه بتاعت فريقك، مثلا عايزه 1000 بس ماكسيموم تقريبا 900. خلاص هنا دي اللعيبه الخانه بتاعت لعيبتك، عايز تبيع بسرعه، عايز تعمل تقفلهم، عايز الفرق يا شباب. بس الملخص موضوع القفل اللعيبه، ليه الناس بتقفل اللعيبه؟ مثلا انا بقفله هنا وافتح اللعيبه. انا لما اجي اقفل اللاعب، انا لما بعمل سيلكت اول اللعيبه اللي انا اقفلها دي ما بتتحددش. لما انا بعمل سيلكت اللعيبه كتير ويجي لاعب مقفول، هيظهر لي كلمه انت اللاعب اللي انت قافله ده انت عايز تبيعه ولا لا. لان في ناس كتيره بتغلط وبتبيع لعيبه ايبك وايكون بالغلط. كان في فتره من الفترات قبل ما يجي موضوع القفل ده، كان في بيس 20 تقريبا وبيس 21. بيس 21 كان فيه قفل، بيس 20 ما كانش فيه. تمام. فكانت بتيجي فتره انت بتغلط وتقوم انت عامل ايه؟ تقوم انت لازق الدنيا وتقوم انت مبوظ الدنيا. تيجي هنا خطه اللعب. هنا انت الخانه دي انت بتختار فيها المدرب، تغيير للمديرين الفنيين، انت بتختار المدرب اللي انت عايزه. تمام. هنا في تفاصيل المدرب، دي الاستايلات اللعب، الاستحواذ على اللعب، الهجمه المرتده سريعه، كرات طويله، كرات عرضيه، كرات طويله. تمام. وفي كرات طويله اللي هي المضاده. خلاص الكلام ده انا هشرحه واحده واحده بالتفصيل، ستايل وافهمكم الفرق بين كل لاعب. تمام. دي التفاهم، زياده النقط، الخبره اللي تكتسبها، لان ده بيزود مثلا انت اللاعب بتاعك مش متطور، بيخليه يزود لعيبه خط النص 400%، يخليه يتطور مع نفسه من غير ما انت تاخد البوينتس تريننج يعني. تمام. وعندك هنا انهاء الهجمه، بيعزز انهاء الهجمه. وعنده هنا ايه بقى؟ في هنا بوينت ثانيه اسمها اللعب الجماعي المشترك. تمام. انت هنا بتيجي تفعلها، هنا بيقول لك مهاجم قناص وام اف اللي هو خبير صناعه لعب. انا بشرح بالعربي بجد وانا تعبان، انا متعود على اللعبه ده من بالانجليزي. انا بحاول اشرح للناس الجديده اللي عامله اللعبه بالعربي علشان تبقى فاهمه برضه. الناس اللي فاهمه اللعبه بالانجلش دي هتبقى بنسبه 90% ناس متعوده اصلا تلعب اللعبه. فدول انا مش هاخد مجهود ان انا اشرح زياده، لان دول اصلا عندهم الخبره زياده. هم عندهم اصلا الخبره مظبوطه، مش محتاج ان انا اعدل عليهم في اي حاجه. خلاص. وهنا دي يا باشا ادوار اللعيبه داخل الملعب. هنا انت بتختار القائد، وهنا انت بتختار ضربات حره، وهنا انت بتلاعب بتحطه في الهجوم. هنا يا شباب الخانه لاعب بينضم في الركنيه، يا اما القائم القريب اللي هي الهجوم واحد قائم قريب، هجوم اثنين قائم وسط اللي هو في نص الملعب، مش القائم اصلا، قصدي في نص في 18، في نص ال 18. وهنا لاعب في القائم البعيد اللي هو في اللي هو رقم 3. دول بيبقوا مترتبين كده بالتساوي من ناحيه الكورنر فيما فوق. خلاص. فانت بتختار وعلى حسب انت هتشوت ازاي وهترفع ازاي وهتعرضها ازاي. تمام. اعراض الفريق الاساسيه، دعم المباراه التلقائي. هنا انت بتلعب مصيدة التسلل، وهنا دي، وهنا التبديلات. في ناس بتحاول تبدل، وفي بتحاول تبدل اسمه تبديل مرن. ايه الكلام ده كله؟ تبديل متاخر، يعني بيبدل لك بعد الدقيقه 60. التبديل المرن هو اللعبه بالتلقائي بتغير لك اللاعب اللي تعب، اللي هو مش مأدي في الماتش، اللي تصنيفه زي الزفت في الماتش، بتغيره لك. انت بقى بتحبه ما بتحبوش. في لاعب انت بتبقى اصلا كنترولنج عليه، متحكم يعني، كنترولنج عليه 100% كنترول. تمام. في اللعبه ممكن بقى ما تفهمش دي، اللعبه هنا ما تفهمش دي هنا دي البوينت بتاعتها، دي الديس ادفانتج بتاعتها في البوينت اللي انا بتكلم فيها. ان ايه بقى؟ ان هي ما بتفهمش. انت مثلا انا بعرف العب بكاكا، تمام، بس كاكا تعب، انا ما بعرفش العب ببلينجهام، فهتنزل لي بلينجهام لان حالته حلوه. كاكا في الماتش ده زي الزفت، بس ممكن كوره يخلص لي الماتش. بلينجهام لا، انا ما بعرفش العب بيه، مش مرن. انا بحب اللاعب اللي خط النص اللي يكون مرن، الدريبلر بتاع سكيل، بيعمل سكيلات وبتاع. لا، هنا اللعبه مش هتفهم دي، هتفهم ان اللاعب تعبان، تقييمه في الماتش وحش، فهتطلعه بره. هيقول لك اليوم مش يوم. مستوى الهجوم والدفاع ده بيخليه هجوم مطلق، هجوم عادي، شرطه دفاع، شرطه هجوم، شرطتين دفاع، شرطتين هجوم، هو بيظبطها مع نفسه. ما علينا. هنا في خانه، هنا الاختيار التلقائي زي ما انتم شايفين اهي اهي. تمام. الخانه دي بتبقى بتختار لك اللاعب على مستوى انت بثلاث مستويات، يا اما حسب احصائيات اللاعب واللاعب المشترك، فبتعمل لك اللينك اب،
تمام، او حسب الاحصائيات بتاعته اللي انت بتعلي بس الريت بتاع فريقك اللي هو القوه الجماعيه بتاعت فريقك وخلاص. تمام. وهنا يا شباب ده اللي بيبقى الفريق بتاعك عامه. لو انت بتختار من هنا بتسحب اللاعب، عايز دي بتغير اللعيبه من هنا، بتحرك المراكز كده. تمام. انت طبعا انت مش محتاجه في حاجه. وهنا دي برضو التشكيلات من هنا يا شباب. وهنا اسلوب لعب الفريق، انت عايز مثلا تغير دلوقتي المدرب ده بيلعب هجمه مرتده سريعه، انت عايز تغيرها وتلعب استحواذ، فانت عامل كده عايز العب استحواذ، انت كده اللعيبه بتاعتك بتلعب استحواذ، بس هو اصلا قوته في الاستحواذ 71، فمش هيطور اللعيبه ماكس ليفل. تمام. فهنا دي الفكره بتاعت البوينتس بتاعت الاستحواذ، الهجمات المرتده او الكرات العرضيه. يعني انا المدرب بتاعي بيلعب بستايلين لعب، بيلعب كرات عرضيه وبيلعب هجمه مرتده سريعه، فانا هنا عايز العب كرات عرضيه في نص الماتش، انا كسبت الماتش وعايز ادافع بقى العب كرات عرضيه. تمام. او انا ملعب الكرات العرضيه ومنفعل الخاصيه دي. تمام. هيبقى يلعب كرات عرضيه، عايز العب هجمه مرتده سريعه بتاع، وهشرح ستايلات اللعب دي كلها وازاي بيأثر في الملعب وازاي تتحكم فيهم واحد في الملعب بالتفصيل الرخم الممل. بس يا اخواتي، وهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. تمام. استنونا في الفيديو الجاي ان شاء الله، بكره هنزل فيديو جديد. تمام. هشرح فيه ايه هي المباريات، الحاجات اللي بتدور جوه الماتش وازاي تدخل وايه الفرق بين الماتشات دي كلها. ولحد هنا، لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والاشتراك والكومنت وما تنساش تصلي على النبي، ويلا سلام.